السلام عليكم الاخوان. انا نعيت ما نعاود في هذا الفيديو، ما بغاش يطلع، غادي نديرو كما جات. اليوم جبت لكم قصة نتاع واحد الشاب من المكسيك، وهذا الشاب اللي خلق ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب انه كان يتصفح الانستغرام ديالو، فاذا به يطلع له اعلان ديال من نتاع اقراط حلقات من الذهب الوردي والالماس، والثمن فقط 237 بيسوس، اللي القيمة ديالو بالدولار هي 14 دولار. والماركة كارتي. هاد الماركة اللي ما يعرفهاش، كارتي فهي مجموعة فرنسية لبيع المجوهرات الفاخرة، ومن تسمع الفاخرة عرف باللي الأثمنة طالعة للسما. فإذا به لم يتردد وقام بالشراء، وبدل ما يشري وحدة شرى زوج. ومن بعد كارتي رفضت تبعت له الطلبية ديالو، وبعثت له رسالة وقالت له راه وقع خطأ في الثمن، فالثمن الحقيقي ديالهم هو 237 ألف بيسوس. نساو يزيدوا الزيروات، اللي القيمة ديالو هي 14 ألف دولار، وهو كان شرى زوج، يعني 28 ألف دولار، وهو شراهم ب28 دولار. فهو رفض يتنازل على الطلبية ديالو، وقال لهم بأن ما الخطأ ماشي ديالي، والخطأ ديالكم، وانتم اللي تتحملوا كاع المسؤولية. فأنا شفت الثمن كنتو كاتبينو، أنا شريت. من بعد بقاو يصدعوه ويزعجوه، وبقاو يبعثوا له الرسائل ويتصلوا به عدة مرات، فهو رفض رفضا كليا. ومن بعد هما قطعوا الياس وبعثوا له آخر رسالة، قالوا له فيها بأن ما سمعوا الكرسي ديالي كي يدير. الناس عندهم كرسيات باش يديروا اليوتيوب، شوفوا انا واش عندي. شوف حالة ضعيفة اخوتي، الله غالب. المهم نكمل لكم القصة. بعثوا له آخر رسالة، قالوا له فيها غادي نرجعوا لك الفلوس اللي شريت بها، اللي هي 14 دولار، و14 دولار 28 دولار، ونزيدوا لك من فوق داك الشيء. واش يزيدوا له؟ فكروا نتوما. لوطو؟ لا. عمارة؟ لا. واش يزيدوا له؟ رحلة؟ لا. قرعان تاع الشامبانيا. وتخيلوا هذا دخلوها لعقلكم. شركة قدها قداش عندها الزبابل تاع الفلوس، دراهم بالشكارة، وباغين يعطيو له قرعان تاع الشامبانيا، باش تعرفوا البخل اللي في الفرنساويين. فهو بالطبع غادي يرفض. هو رفض لهم وقال لهم واش راكم تضحكوا عليا. ومن بعد قالوا له ندخلوا معك للمحكمة، قال لهم بسم الله ندخلوا للمحكمة. فلما دخلوا للمحكمة ربحهم في القضية، وبطبيعة الحال لحقاش كاين قانون يحمي المشتري، والقانون اللي حاطينه هما بذاتهم. فشفتوا كيفاش دايره القصة. هاد الشاب بصدفة لقى هاد الأقراط بداك الثمن وشراهم بلا ما يفكر. ومن بعد حط لهم تدوينه، قال لهم داكشي ما كان عندي في الكونت، لو كان عندي كتر لو كان راه رزاهم. ما بين ليلة وضحاها لقى عنده 14,000 أورو، و14,000 أورو اللي هي 28,000 أورو، خاسر فيها 28 أورو. هذه هي التجارة المربحة. وما تنساوش اخوتي دعمونا بلايك، وديروا لنا متابعة، القناة مازالها جديدة، ونتلاقاو في فيديو اخر. تحياتي لكم.